الناري من لابورتا وتحديد موعد تكريم ميسي. يشعل رئيس النادي خوان لابورتا الأجواء بتصريحات قوية ضد التحكيم الإسباني، مؤكداً أن الحكام يتعاملون مع برشلونة بصرامة مفرطة وغير مبررة، كما وجه انتقاداً لاذعاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمحاولته حرمان النادي من المشاركة في دوري الأبطال سابقاً. والأهم والأكثر انتظاراً، لابورتا يعلن رسمياً عن تحديد موعد خاص ومميز لتكريم الأسطورة ليونيل ميسي في ملعب كامب نو الجديد، ووعد بأن يكون حدثاً تاريخياً يليق بقائد الأساطير. وفي ظل هذه التصريحات النارية تتجه الأنظار نحو مستقبل القيادة الفنية للفريق، فهل تستمر الإدارة في دعم مدربها وسط كل هذه الضغوط؟ قرار ديكو المصيري الذي حسم مستقبل المدرب هانسي فليك. بعد فترة من الجدل والتكهنات، تدخل المدير الرياضي ديكو ليعلن عن قرار حاسم ومصيري بشأن استمرارية المدرب هانسي فليك مع الفريق. جاء هذا التأكيد ليعزز الثقة في المشروع الجديد، مشدداً على أن الإدارة تدعم المدرب الألماني بشكل كامل وغير قابل للنقاش، وأن فليك هو الرجل المناسب لقيادة البلوغرانا خلال هذه المرحلة الصعبة. القرار يأتي كرسالة طمأنة للجمهور باستقرار الكادر الفني، لكن فليك لم يكتف بالصمت، بل خرج بتصريح عاطفي قلب الموازين وأشعل مشاعر الجماهير. فليك يرد بقوة ويوضح موقفه العاطفي من قيادة برشلونة. في مؤتمر صحفي حماسي، حاول المدرب هانسي فليك تبرير موقفه بخصوص واقعة طرده الأخيرة، لكن الجزء الأهم كان تصريحه العاطفي الذي هز جنبات النادي. برشلونة غيرني وأنا أعيش من أجل هذا النادي العظيم. كما أوضح فليك التطورات الأخيرة بخصوص إصابات اللاعبين، مؤكداً أن الفريق في وضع صعب يحتاج إلى تكاتف الجميع ليوجه رسالة مباشرة بضرورة استعادة الروح القتالية. روح قتالية قد تكون مهددة بسبب صدمة مفاجئة ضربت خطوط الفريق قبل مواجهة أولمبياكوس. موجة إصابات جديدة تهدد الدفاع قبل معركة دوري الأبطال. تستمر لعنة الإصابات في ضرب برشلونة في توقيت حرج للغاية، حيث تعرض لاعب جديد لإصابة مفاجئة قبل ساعات من المواجهة الهامة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا. هذه الإصابات تدق ناقوس الخطر مجدداً، خاصة بعد أن بات خط دفاع الفريق مهدداً بنقص حاد في العناصر، مما يضع فليك في ورطة حقيقية ويجبره على إجراء تعديلات اضطرارية في التشكيلة الأساسية، ويزيد من قلق الجماهير قبل أيام من الكلاسيكو. وبينما تتصاعد التحديات، يظهر تصريح مثير للجدل من نجم الوسط يرفع سقف التوقعات حول موهبة الفريق الذهبية. تصريح فيرمين لوبيز الصادم بشأن لامين يامال ومستقبله. أدلى النجم الشاب فيرمين لوبيز بتصريح جرء ومثير حول زميله الموهبة الصاعدة لامين يامال، حيث وصفه بشكل مباشر ومفاجئ بأنه أفضل لاعب في العالم، ليضع ضغوطاً إضافية على النجم الصغير ويرفع سقف التوقعات الجماهيرية لمستقبله. وفي سياق منفصل، تشير الأنباء إلى أن يامال نفسه بدأ بخطوات تجارية جديدة، حيث قرر أنه لم يعد سيوقع على قمصان المشجعين مجاناً، في خطوة تؤكد تحوله إلى نجم تجاري عالمي. ومع بروز الجيل الجديد، تتحرك الإدارة لتأمين مستقبل أحد نجوم الهجوم بعقد جديد ضخم. مفاوضات حاسمة لتجديد عقد النجم فيران توريس. تستعد الإدارة الرياضية لبدء مفاوضات رسمية وحاسمة مع وكيل أعمال الجناح الإسباني فيران توريس لتجديد عقده، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من تأمين مستقبل المدافع إريك جارسيا. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة هانسي فليك الذي يعتبر توريس لاعباً أساسياً في مشروعه، ويسعى للحفاظ عليه ضمن التشكيلة الأساسية للمواسم القادمة، مما يؤكد ثقة النادي في قدراته التهديفية وقيمته الفنية. وفي ختام هذه الدوامة من الأحداث، تعود الإدارة لمواجهة التحكيم مجدداً بخصوص قرار طرد المدرب فليك. الإدارة تقدم استئنافاً رسمياً ضد طرد المدرب فليك. أكد المدير الرياضي ديكو والمقربون من الإدارة
أن النادي سيتقدم باستئناف رسمي ضد قرار طرد المدرب هانسي فليك. في المباراة الأخيرة تأتي هذه الخطوة كرسالة واضحة من النادي لرفض ما يعتبرونه قراراً تحكيمياً ظالماً بحق المدرب الألماني، بالرغم من اعترافهم بأن فرص قبول الاستئناف ضعيفة. هذه الخطوة تؤكد تصميم الإدارة على الدفاع عن حقوق الفريق حتى النهاية. هذا كان كل شيء في أخبار البارسا المثيرة. شاركونا بآرائكم في التعليقات. هل سينجح فليك في تجاوز أزمة الإصابات؟